الأضرار السلبية من الموضوع ده بقى فهو زي ما واضح السيطرة على الفن المصري عن طريق الفلوس، وإن المنتج المصري بدأ يفقد قيمته بالذات لو حد قديم مثلا زي إنتاجات السبكي اللي دلوقتي ولا ليها أي لازمة. محدش يقدر يذلني، ما هو ده فيلم ولا 20 فيلم. قلت له وطبعا المنتج بيتحكم في المحتوى، وده مش مدي الحرية الكاملة لمصر إنها تطلع أفكار زي ما هي عايزة، وإن ده خلى الممثلين أغلبهم بقى باصص الفلوس اللي هياخدها من إنتاج أجنبي أكتر من إنتاج مصري، فبقى بيقدم أي حاجة يتقالوا عليها وخلاص، يعني حاجة زي أحمد وأحمد فيلم تجاري بحت هدفه الفلوس وبس. وفي الآخر تركي آل الشيخ فضل يجرب في كل ملاعبنا من الكورة للمهرجانات لحد ما بقى اسم موجود على تترات أفلامنا ومسلسلاتنا، واللي حصل إحنا بقينا في مرحلة جديدة، فلوس من بره وإنتاج ضخم، وشكل السوق المصري اتغير. في ناس شايفة إن اللي بيعمله طفرة وبيفتح أبواب للعالمية، وفي ناس شايفة إنه خطر على هويتنا وإننا بقينا بنشتغل على مزاج غيرنا. في النهاية التاريخ هو اللي هيحكم هل وجود تركي في الفن المصري كان مرحلة انتعاش ولا بداية فقدان الروح. قولونا انتوا شايفين إيه في الكومنتات.